متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عاجل الأخضر بلومي يكشف المستور ويفاجئ جمال بلماضي والشعب الجزائري، ولن تصدق ما قاله بعد فوز الجزائر على بوروندي برباعية نظيفة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوز معنوي خلال المواجهة الودية التي جمعته بمنتخب بوروندي برباعية نظيفة، وسجل أهداف المباراة التي جرت بملعب كيغي بمدينة لومي الطوغولية كل من بغداد بنجاح ورياض محرز وإسلام سليماني والمتألق محمد أمين عمورة. كما عرفت المباراة تألق المهاجم يوسف ليلي بشكل ملفت للانتباه، الذي بصم على أول تمريرة حاسمة له منذ عودته إلى الكتيبة الوطنية. وحقق الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي فوزا ثانيا خلال التحضيرات لكأس أفريقيا التي ستجرى بكوت ديفوار بعدما فازوا بالمباراة الودية الأولى أمام منتخب الطوغو المحلي. وتحدث بلومي عن المباراة التاريخية للخضر مبديا إعجابه التام أداء ونتيجة، حيث صرح وقال: لقد رشحت سابقا الجزائر للفوز بالبطولة، وها أنا أكررها. الجزائر تتسم بالانضباط التكتيكي والصرامة الدفاعية، ويلعبون بروح الفريق. تحية كبيرة لجمال بلماضي الذي استطاع السيطرة على نجومه، فمحرز مثلا يهاجم ويدافع وخط وصل بين الدفاع والهجوم. أنا أرفع لهم القبعة. ما رأيكم بما قاله الأخضر بلومي؟ أجبونا في التعليقات.